الهلال السعودي يقسو على الوداد البيضاوي ويخرجه من البطولة العربية ويكرس تفوقه عليه للمرة الثانية في نفس السنة. فريق نادي الوداد في المواجهة الثانية في هذا العام، الهلال الذي تمكن من الانتصار في القمة الكبيرة في مونديال كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب، وتمكن الهلال من الهلال المحاولة إلى علي البليهي بتمريرة أمامية ستنفذ الآن من روبن نيفيز البرتغالي، يلعب الكرة موجودة بالراس، محاولة الماضية، شوف اللمسة والراسية من كوليبالي، لكن مصلحة الزعيم عبد الله المعيوف يمشي كرة أمامية، ولكن الكرة حتى في لقاءات الدوري الكرة مستمرة إلى ميشيل، عدى ديلغادو، يحاول ميشيل ترجع لنا محاولة خطيرة بالراس إلى خارج أرضية الملعب، المحاولة الماضية من بولي سامبو السنغالي المهاجم لفريق نادي الوداد، شوف الكرة محاولة مغربية أمامية خطيرة جدا، زهير يسدد والكرة إلى خارج أرضية الملعب، كانت من زهير المتركتة في الهلال، الكرة موجودة بالراس إلى خارج أرضية الملعب، الكرة الماضية من علي البليهي، الراسية تأتي من البليهي ولكنها لم يحاول، يتقدم يلعب الكرة إلى الحمدان، تصويبة من عبد الله والكرة لا تزال إلى خارج أرضية الملعب، الكرة تعود من الشراني، يمشي كرة أمامية، المطيع يخلص، سعود عبد الحميد لعرضية تصل الآن، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، اللاعب سامبو يمشي كرة للأمام، محاولة يتقدم يلعب الكرة العرضية بحثا عن ميليكوفيتش سافيتش، والكرة عبر من سالم الدوسري، سالم يلعب الكرة ولكن التغطية موجودة، عودة ميليكوفيتش أو الحمدان قوية، الكرة من عبد الله الحمداني إلى خارج أرضية الميدان، عبد الله الحمدان الذي يريد أن يظهر، سالم يتقدم قوي من الدوسري إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى لدى الحارس يوسف المكي، يحاول عبد الله يعدي عبد الله وتمريره، الكرة إلى ميشيل، خطيرة جدا خطيرة جدا، يوسف المطيع يبعد هدف محقق، الكرة موجودة الآن من جديد ولكن التغطية موجودة، الكرة موجودة، تعود المحاولة ولكنها أطول من اللازم، ذهبت إلى خلف في بطولة كأس الملك سلمان سواء هنا في أبها أو في الطائر، عد من سعود، يا سلام جميلة المحاولة خطيرة، إسماعيل في الناحية اليمنى، المحاولة إلى خارج أرضية الملعب، ذهب المعيوف، شوف الكرة الماضية بالفعل من اللي عدى من عبد الله الحمدان، محاولة خطيرة، سالم الدوسري، سالم يحاول، سالم يتقدم الذي فاز في لقاء انتهى الشوط الاول، الكره تعود بالراس تعدي، محمد كم يخلص برازيلي من الناحيه اليمين، ميشيل ديلغادو يحاول الهجوم، ميشيل القادمين من الخلف، هنالك كما نشاهد ميليكوفيتش سافيتش وعبد الله الحمدان لصالح الهلال، تصويبه قويه من سعود عبد الحميد، والكره سهله هذه المره لاحضان الحارس يوسف المطيع، شوف الكره خطيره، محاوله ميليكوفيتش، جول ميليكوفيتش، جول سافيتش يسجل، شديد هذا الهلال، شديد الباس، احذروا يا ناس لقد عاد لكم الزعيم، الكرة في الجول من الصربي الكبير، كنت اتكلم قبل دقائق في هذا المساء في الشوط الثاني لحد الان، سافيتش، ميشيل، سالم الحمدان، هذه اختيارات في الآخر للوداد قوية جدا قوية جدا، ستنفذ الآن، نشوف الوداد اللي يهاجم في هذه الأوقات، المحاولة عبد الله الحمدان يتقدم يلعب كرة سافيتش الملعب، محاولة خطيرة للوداد ولكن التغطية موجودة من ياسر الشهراني يستعيد، شوف الكرة الماضية زي ما قلت لكم بأن هدف التعادل للوداد، حكم اللقاء أطلق في شباك الهلال، هنالك خطأ بقرار حكم في التغريدات الماضية
والهدف الذي جاء عن طريق كلهم متواجدين خلف حكم المباراة. ينتظر النتيجة تستمر إذن على حالها، تستمر. خطيرة، محاولة، منتصر للجيم، جول! الله! جول 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 جول! هدف التعادل للوداد، وداد والأم. سعود يحاول الهجوم، المحاولة، نيفيز، جول! الله! الزعيم وإن تأخر سيعود، ولن يكون لأحد مفر، لن يكون لأحد مفر. روبن نيفيز، روبن سافيتش على اليسار، جميلة المحاولة، خطيرة العرضية تأتي وتصل. يستعد، يحاول يلعب كرة أمامية خطيرة جدا. ميشا يدخل داخل منطقة الجزاء، يعدي ميشا، الخطيرة مية لسعود عبد الحميد. سعود يحاول يلعب الكرة إلى سلام خالد كوليبالي، ميلينكوفيتش، سافيتش لنيفيز، ولكن أطول من اللازم. ذهبت اللي كان ضد السد القطري، صنع هدفا جميلا واحد. رقم سلبي غير مسبوق للوداد في موسم للنسيان. وقع نادي الوداد على رقم سلبي تاريخي غير مسبوق في مشاركاته الخارجية قاريا وتحديدا في مسابقة الأندية العربية، وعجز الوداد للمباراة الخامسة تواليا في بلوغ الانتصار، إذ خسر من الهلال السعودي في ختام مباريات دور المجموعات، وهو الذي تعادل قبلها في مباراتين في هذه البطولة أمام السد القطري وأهلي طرابلس الليبي. وفي النسخة السابقة من البطولة تعادل في مباراتين في دور الثمانية أمام غريمه الرجاء ذهابا وإيابا، وكان هو المستضيف خلال هذه المباراة، وأقصي بأفضلية الأهداف التي سجلها غريمه يومها. ولم يسبق للوداد في مشاركاته الخارجية عربية كانت أم إفريقية وأن عاش وضعا مماثلا بأن فشل ل5 مباريات متتالية في تحقيق الفوز ليغادر من دور المجموعات. كما كرس رقما سلبيا كارثيا في هذا الموسم بالإخفاق في 7 مسابقات خسرها جميعها، بدأت بكأس العرش أمام بركان والسوبر الأفريقي أمام نفس الفريق، ثم أضاع درع الدوري أمام الجيش، وعاد ليقصى في كأس العرش من الرجاء، ثم فرط في لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري، وختاما بالإخفاق في البطولة العربية. وبين هذه المسابقات غادر وهو المستضيف من أول مباراة مونديال الأندية بالمغرب أمام الهلال السعودي. عزيزي المشاهد، لا يخفى عليك تاريخ وعراقة فريق كالوداد البيضاوي، لكن هل ما يعيشه الآن مجرد كبوة، أم أنه نتيجة سياسة رئيسه الذي استقطب 5 مدربين في موسم واحد، أم أن الوداد وصل لتخمة البطل؟ نشكرك على المشاهدة، وننتظر دعمك وتفاعلك في التعليقات والضغط على زر الإعجاب والاشتراك من أجل الانضمام لعائلتنا.